السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معانا ورقة اللحمة سهلة وبسيطة، معانا لحمة ومعانا بصل جوليان ومعانا طماطم، معانا 7 بهارات ومعانا الفلفل الأسمر ومعانا توابل جميلة خالص. ان شاء الله بإذن الله هتشوفوا معانا واحنا بنعملها. فضلا وليس أمرا، اوعوا تنسوني باللايك والشير ونقول بقى مقادير ورقة اللحمة بتاعتنا النهارده. مقادير سهلة وبسيطة. معانا المقدار اللي انت عايزاه من اللحمه. انا هنا هعمل كيلو من اللحمه، بس بقى اللحمه السن بتبقى طعمه قوي وتبقى جميله جدا جدا في ورقه البطاطس او ورقه اللحمه بتاعتنا. معانا هنا هوت جزء من الطرب او الدهن. بعد ما بتجيبي لحمتك بتخلي الراجل يديكي بقى ايه جزء من الطرب او الدهن كده، بتخلي الورق حلو قوي 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 قوي. وكمان معانا طبق جميل ده، معانا حوالي بصلتين كبار عاملاهم جوليان كده، ومعانا طماطم جوليان، ومعانا قرن فلفل حامي وقرن فلفل اخضر. معانا الطبق اللي هو اصل الورقه بتاعتنا النهارده. معانا كزبره ناشفه، ومعانا توابل لحمه، معانا بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ومعانا ورق الغار مطحون، وكمان شويه من الكاري وجوز الطيب. طبعا دي اساس انا بشراها. وعندنا فص ثوم محطوط جنب البصل اهوت، هو مش باين قوي لكن معانا النهارده برضو ايه قبل ما تنسي يا هاله، معانا هنا بقدونس مفروم ومغسول وكمان مصفياه من الميه. دلوقتي بقى هنعمل اول تتبيله معانا، ومعانا البطاطس بقى او الخضار المشكل اللي انت عايزه تحطيه. وممكن برضو تعملي الورقه كده من غير حاجه خالص، لكن انا بفضل ولادي يحبوا قوي البطاطس، فانا محضره بطاطس قطع كده هحطها عليه. بداية كده عبال ما تقشري البطاطس او تقطعيها او تحضري الفرن بتاعي، لازم بقى يقعد حوالي نص ساعة او ساعة. كل ما انت قعدتي التتبيلة ديت كده تبقى احلى واطعم وجميلة. هنا اول حاجه بجيب بقى الطبق الجميل بتاعنا ده، زي ما انت شايفه كده سهله وبسيطه. فضلا وليس امرا، اوعي تنسيني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناه كوكتيل الهوا. دلوقتي بقى هنزل بالطبق الجميل ده كله كده كله تمام اهو. وكمان اروح جايه كده بالتوابل بتاعتي الرائعه الحلوه دي. انا مش عايزه اقول لك مطبخ بدون توابل، يعني حاجه كده ملهاش اي طعم. وكمان الخضره بتاعتنا بقدونس اهو، شايفه بقى الجمال تمام. وكمان معانا شويه من الزيت، معلقتين زيت نباتي نضيف تمام، مش قليه يعني. وكمان الملح بتاعك بقى ده بيطلع لصاحبه المطبخ اللي هي عارفه طريقه بقى التمليح بتاعتها بتاعه الاكل او تحديق الاكل شكلها ايه. اجي هنا بقى كده. وكمان احنا عايزين نحط حاجه مهمه قوي، عايزه اقول لك بتخلي الشكل والطعم جميل قوي. معلقه من الصلصه، وتيجي هنا بقى وتروحي كل ده بقى يتقلب على بعضه كده هو تمام. بس اقول لك التقليب بقى ده من الحاجات المهمه قوي تمام اهو كده تقلبيه كله. الريحه بقى ابتدت تطلع اهي بقى بتاعت التوابل بتاعتك تبدا تطلع. عايزه اقول لك ان الطرب او الدهن ده الماده الدهنيه ديت، الدهن ذات نفسه بيخلي ما ينفعش خالص الورقه بتاعتنا من غيره. اقلب تقليبه كويسه كده لحد ما اشوف البصل ابتدى من الملح يطرح الميه بتاعته كده اهو، شايفه اهو كده بقى. تقلبي التقليبه كويسه، تاخد بقى ساعة، تاخد نص ساعة الوقت اللي هي هتاخده. وتروحي واخدة بعضيكي كده يا ست الكل، قاعدة بقى محضرة الخضار بتاعك، الفرن بتاعك يسخن، تحضري الورق بتاع الزبدة وورق الفويل، القارب اللي هتعملي فيه الى اخره. الوقت ده كده كل ده البطاطس اسفل اللحمة بتاعتنا والتتبيلة بتاعتها بتاخد وتدي مع بعضها كده. مش عايزة اقولك بتبقى جميلة. ساعات بقى لما بيبقى عندي مناسبات او عزومات كبيرة بتاعت رمضان، وده افضل وده احلى وده اطعم. زي المطاعم اسفل المحلات او الجزار ما بيعمل وانت متفقه معاه في رمضان يعمل لك عزومه، بيعمل الكلام ده من بالليل ويسيبه كده ياخد وقته، يصبح الصبح بقى يحضر بقى الفطار كده. بتبقى بقى الطعم احلى واحلى واحلى، سواء فراخ سواء لحمه سواء التعصيجه بتاعت الحواوشي بتاعتنا. نفضل مع بعضينا شويه كده اهوت عشان ما ناخدش وقت من الفيديو، ونرجع تاني ندخلها الفرن بس بعد ما تشوفوها. دلوقتي احنا جبنا القارب او الصينيه اللي هتعملي فيها، هتحطي فيها الورق بتاع الفويل والورق بتاع الزبده. طب ما عنديش لا ده ولا ده، ممكن احط في الصينيه واغطيها بغطا
من في الفرن لحد ما بتشرب الميه او بتستوي كده، وبعد كده بعريها عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي بيبقى في الفرن. طيب انا هنا اهوت حطيته زي ما انتم شايفين كده. عملت بطاطس لان ولادي ما بيحبوش الخضار. البطاطس بتبقى او الخضار بيبقى بقى الصوص بتاع اللحمه وتتبيله. عايزه اقول لك ما حطلهاش ميه خالص، هي فيها صوص من التوابل زي ما انت شايفه كده بالمنظر دوت. الفرن مسبقا على 220. دلوقتي بقى هقفل الورقه خالص، بس هاجي في القالب او صينيه من تحت الورقه واحط فيها شويه ميه. طب انا حاطه في صينيه كده اللحمه والخضار او لحم البطاطس من غير ورقه، بحط شويه ميه عليها وبدخلها الفرن. ما بفتحش عليها لمده تلت ساعه كده اهوت، 20 دقيقه او ساعه الا ربع. بعد كده بس بتابع الميه بتاعتها عشان ما تبقاش ناشفه وتتحرق مني. وبعد كده بتابعها بقى بالظبط، بتاخد حوالي ساعه في الفرن مش اكتر من كده. خاصه اللحمه بتاعتك لو انت مقطعاها زي ما انا عامله كده رقايق كده وشرايح، تمام. وكمان اللحمه بتاعتي ما بتبقاش كبيره في السن بتاعها، تمام. ولما بتبقى بلحمه عجينه بتبقى احلى. لحمه بقري برضو بتبقى جميله، تمام. بقفلها بقى وبدخلها ونشوف الفيديو بتاعنا بعد طياب ورقه اللحمه او ورقه البطاطس او ورقه الخضار. تابعونا مع بعضينا كده ان شاء الله. ودلوقتي بقى طلعنا صينية البطاطس او ورقة اللحمة او ورقة الخضار، سميها زي ما تسميها. المهم ان النتيجة رائعة والريحة هايلة جدا. حطيت، انا بحب احط العيش البلدي كده عليها، يطلع بقى البخار عليها كده فيبقى العيش حكاية. وعملناه برام الرز الشهير بتاعي الرائع دوت. عيالي بقى مش عايزه اقول لك، الولاد متشوقين، العيله بحالها بقى للاكله دي، لان الاكله دي بتبقى عارفه حمويه كده وجميله ورائعه. بعدها كوبايه شاي بالنعناع ملهاش حل، رائعه. يلا بقى نفتح ورقه اللحمه مع بعضينا كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى الشغل الجبار ده والريحه الحكايه الطعمه بجد بجد بجد، يعني حاجه كده خيال. شايفه بقى، انا عايزه اقولك ان اللحمه مش استوت، اللحمه بقت بالعاميه كده زبده. شايفه بقى الصوص، ما نشفناهاش طبعا على قد ما طيبناها وزودناها، بس انا كنت عايزه اوصل للون الجميل ده. بس هو البخار يعني مضيع، مش هعطيها حقها. بصي وايه بقى، شوف كده اللحمه بتاعتنا، تمام. بسم الله. عايزه اوريكي ازاي بس يعني في الاخر. شايفه بقى، بصي زبده بصراحه، يعني عايزه اقولك ان هي خلاص زي ما انت شايفه كده. لا بجد بقى يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني النتيجه بتبقى هايله جدا جدا جدا. والصوص بقى الولاد، يا ماما سيبي الصوص اللي احنا بنغمسه. شايفه الصوص دوت، دي مش ميه، ده الصوص بتاع البهارات بتاع اللحمه بتاع البصل بتاع كل الحاجات بقى، التتبيله الجباره دي، تمام. زي ما احنا شايفين كده اهوت. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، يا رب تكون ورقه البطاطس او ورقه اللحمه نالت اعجابكم. ممكن تستبدلي الكلام ده بخضار، تمام. احنا بس نغطيها كده عشان تفضل دافيه، لان هي بصراحه ما شاء الله يعني هي تتاكل وهي دافيه كده تبقى حكايه. لو كان الفيديو عجبك اوعي تنسيني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناتنا كوكتيل الهوانم. كنت سعيدة معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب، عاملين ايه؟ النهارده زي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعنا مشوق وحكايه واكله حمويه، ومعانا ورقه اللحمه او ورقه البطاطس، نعين العيش البلدي كده بعد ما خدناه خليناه ياخد البخار بتاعه كده ويبقى بالطعم بتاعه زي ما احنا شايفين كده. الاكله بتاعتنا اكله جميله جدا جدا جدا، يعني تقدري تقولي اكله يوم الخميس او اكله يوم الجمعه. العيله بتتلم عليها، ولا الراجل يعملها لنا ولا الجزار، انت بتعمليها بنفسك في البيت. وزي ما انت شايفه كده النتيجه بتطلع مبهجه مع بقى عيش بلدي مع برام الرز، حكايه بجد والله، بتبقى طعمه جدا جدا جدا. عايزه اقول لك انا بوصيكي بيها وبطعمها الرائع الجميل.